عندنا هذا اللقاء رقم 25 اللي يجمع نادي إماراتي مع نادي سعودي، ووصلنا إلى دور نصف النهائي بين الهلال السعودي والأهلي الإماراتي. وصراحة المباراة تحمل في طياتها الكثير والكثير. في حديثنا اليوم راح إن شاء الله نتكلم عن أشياء كثيرة، وصدور قرار الاتحاد الآسيوي أيضا بإيقاف ديغاو، ولكن بعد تقرير الهلال والأهلي ذهاب نصف النهائي. منذ البداية تم تحديد الهدف وتم التخطيط والعمل. الأهلي الإماراتي يريد أن يذهب بعيدا في آسيا، وتم الوصول لمحطة جديدة، ولأول مرة يصل الفرسان للنصف النهائي. أما في الهلال فمنذ سنوات والهدف واضح وصريح، وهو الفريق الأكثر شوقا لآسيا. الزعيم الذي يصعد المنصات دائما بطلا ويعتبر لقب الوصيف حظا عاثرا وعابرا. الهلال له في آسيا حكايات وزعامات، ولا يريد أن يقف فرسان الأهلي في طريقه. بين الهلال والأهلي مواجهات سابقة، وبين الهلال والأهلي تفاصيل مشتركة عنوانها كوزمين الذي شارك في كتابة سطور من ذهب مع الهلال، وكذلك أضاف سطورا أخرى مع الأهلي، كل سطر عبارة عن بطولة وإنجاز. لذلك يدرك كوزمين قبل غيره صعوبة المواجهات وقوتها. التحديات كبيرة، وداخل المواجهات الكبرى مواجهات أخرى. هجوم هلالي ضارب يقوده إدواردو وألميدا يبحثون عن كل الفرح للشجردية، وفي الأهلي أحمد خليل وليما يبحثون عن ثغرة انتصار بين كواك وجحفلي وديغاو. نجوم هنا ونجوم هناك، والفوز بينهم، ولمباريات الذهاب والإياب تكتيكات خاصة. فمن يقطع نصف المشوار في ذهاب نصف النهائي الآسيوي، زعيم على أرضه وبين شعبه، أو فرسان قادمون وطامحون بالعرش الآسيوي؟